تقوليش الكلام ده هنا. كنت عارف اني عليك هنا من صغرك، وانت ما بتحصل معاك حاجه تيجي تقعد هنا تعيط ليه؟ بعت لي واحدة طول عمري بحبها، واحدة كان حلمي معاها إن إحنا هنبقى لبعض. اتفضلي يا هاني، خشي يا اختي خشي. بقى تفضحينا في الشارع وتفرجي علينا خلق الله وتوقعي عباية عمك في الشارع وعماله ترفصي وتعيطي. خشي يا اختي خشي. كسفتينا الله يكسفك. وجه حد تاني خالص بره الحدوتة قال لك أنا عايز البنت دي، فأبوه قال له اعتبر طلبك أوامر. خشي يا اختي. مفكره نفسك انك هتفضحينا وتخلي رقبتي قد السمسمه قدام الناس؟ ده انا يا بنت احط رقبتك دي تحت رجلي وادوس عليها لما اقول كفايه بمزاجي انا مش بمزاج حد. وانت ما عرفتش تقف قدام اخوك عشاني لو لحظه واحده يا اخوك تقف قصاده حتى المره دي. أول مرة تكلمني بالطريقة دي يا محمود، أنت؟ لا يابا، حقك عليا يا ابني أنا حاسس إن أنا عاجز، إن أنا ما قدرتش حقك أعمل عليا لك إن أنا حاجة. كنت كلمتك بالطريقة دي، بس أنا كلمتك بالطريقة دي من دقتي اللي أنا فيه. عدها لي يا محمود، ده أنت من شوية قلت لهم قبل ما يمشوا. كان لازم أقول كده لأن أنت علمتني لما تيجي تعيط عيط لوحدك، لما تكون مكسور ما تبينش كسرك لحد. ما تبينش كسرتك لحد. اقول لك على حاجه، مش هي ما رضتش تروح عند المأذون؟ كويس كده كويس كده اللي فرجت علينا الناس في وسط الشارع. اتصل بالمأذون يجي لحد هنا. هوم ديليفري أحسن يا حاجة. روحي. انتي هتكسري فرحة ابني انا؟ ثواني يا حاجة. وانا قلت لكم من الاول ان شوقي اخويا، انا بحب محمود. ما تقوليش الكلام ده هنا. إيه الدوشة والزعيق ده؟ زمانهم بقى كتبوا الكتاب وجايين فرحانين. ده بيزعقوا. لازم تكون جنب اخوك دلوقتي يابا، وسيبني لوحدي شويه. طيب أنا هجيلك تاني بقى، شوف بس في إيه. يابا مش هيبقى احنا والزمن عليها يابا. اسكت انت. ابوها وامها ميتين يابا. انا هجيبهولك لغايه هنا. اسكت انت يا خايب يا موكوس، انا ألو. مش عارف مصلحتك فين. شيخ سيد جيلي حالا على الفيلا حالا، مستنيك متأخرش عليا. اوعي تفكري ان ليكي رأي. يلا سلام. انت هنا تحصيل حاصل وبس، اللي انا اقول عليه انا وعمك هو اللي انا هحطك هيتنفذ. قدام الامر الواقع. وانا افتكرتك يا عمي اب بالنسبه لي، وقلت لك ان شوقي اخ بالنسبه لي. وانا عمري ما قصرت معاكي. وانا بحب محمود. امال ايه اللي طلعك معانا من باب الشقه؟ حضرتكم ما اديتونيش رايي، ما اديتونيش فرصه اخد، ما حدش سالني على رايي، يا طب والله سلام. دي وقلت ان انا عايزه محمود ابن عمي. قلة أدب، ما شافتش تربية. إيه؟ هو بربع جنيه تربية. إيه يا جدعان صوتكم عالي؟ مبروك يا عروسة، مبروك يا عريس. صوتكم هو عالي احنا كنا عالي. لحقنا نروح؟ مبروك ولا غيره. محمود فين يا عمي؟ محمود واقف عند البرجول. عارفة لو سمعتك بتسألي عليه تاني؟ بعد اذنك يا مرات عمي عشان عايزه اكلم ابن عارفة لو عمي. سمعتك بتسألي عليه تاني أنا عايزة هعمل فيكي إيه؟ في إيه؟ أنا مش انا فاهم راح حاجة. اكلم ابن عمي لحظه وراجع. روح وراها يا أيوة. موكوس. بعد اذن بقى الناس، انتوا اتكلمتوا فيه كفايه صح؟ انا كلمتك فوق قلت لك ايه؟ قلت لك احنا هنبني غلط ولا لا؟ حصل مني ولا لا ياما؟ حصل يا حبيب أمك. طيب. وقلت لك مليون مرة. طب ليه ياما عاوزين تجوزوها عافيه؟ محمود مش النهارده المفروض كانت بكتابك، ايوه وعلى ما اظن انا من ساعه قايل لك الف مبروك يا عروسه. مش انا قلت لك ان انا مش هتجوز حد غيرك، ازاي يعني؟ وهقف قدام الدنيا كلها وهقول ان انا بحبك انت وبس؟ ايه وقلبك جابك قدام عمك ان انت تقولي انا مش عايزه شوقي وعايزه تتجوزيني؟ حبك في قلبي خلاني اقدر وعملتها. هتجنني ياض؟ أنت مش طلعت لي فوق وقعدت تعيط لي بحبها ياما عايزة ياما؟ واحده دلوقتي ما بتحبنيش، اعمل ايه ياما؟ اعمل ايه؟ هتجوزها لي بالعافيه؟ يا سلام، يعني إيه أجوزها لك بالعافية؟ أجوزها لك بالعافية، هي الطول؟ ده اخرة المشي ورا الحريم، انت وابنك البيت. يعني إيه أنت وابنك البيت؟ ده آه. الكلام اللي بتقوله ده؟
اللي انا بقوله؟ ما مش انت كان اللي على عمال تقولي هواك. لي عايزين نجوز بنت اخوك لابنك، يابا انا مفكرها وهي اصلا ما تحبوش. يابا انا مفكرها لما الدهب هيجي البنت هتحبني يابا. خلتني كسرت بخاطر البنت وبخاطر الولد ابن عمك. انا مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي يا جماعه. سلام والنبي يا اخويا الموضوع كان على مزاجك عشان ورثها. خراب البيت ما بيجيش غير من ورا الحريم اصلا. يعني دلوقتي يا اخويا انا اللي بقيت بنت البطه السودا. انا مش فاهم حاجه يا علي، ما تفهمني في انا ايه؟ هفهمك يا عمي. قلت لهم اني بحبك ومش هتجوز شوقي لان هو اخ بالنسبه لي، ومش هينفع اكون مع حد غير معاك انت وبس. وعمك علي عمك بقى طبعا قلب الدنيا، ومرات عمك مش ساكته. خليك في ظهري وما تسيبنيش، انا ابتديت الجزء. وشوقي هو شوقي اقتنع يعني ان انا خلاص واحده مش عايزاه، فاكيد مش هيتجوزني بالعافيه يعني. هم اقتنعوا ان انت مش عايزه شوقي؟ انا ماليش دعوه بيهم، انا ليا دعوه بيك انت. انا عايزاك انت مش عايزني. في ايه يا محمد؟ دلوقتي يا عمي احنا طلعنا بره ورحنا عند المأذون. انا مفكر اللي نانا بتحبني وطلعت ما بتحبنيش، بتحب محمود. طب ما قلنا الكلام ده يا ابني. محمود مين ده اللي تقارن نفسك بيه؟ انا ما اعرفش يا عمي. انت بتقول ايه؟ انا بحسبها عشان خاطر الذهب ابني والكلام بتقف. دون هتحبني يا عمي. بس انا كده انا قلت لامي فوق يا عمي انت كده بتبني غلط، لو هتبني غلط بلاش من الغلط. بلاش من الغلط. ثواني اشوف مين على الباب. اهو المأذون جه اهو. هتقولوا له ايه؟ رجعنا في كلامنا؟ انا مش عايز حد الا انت هنا. اثبت لي وروح لعمك دلوقتي، وقف قدامهم زي ما انا وقفت قدامهم. تعالي معايا. حاضر. السلام عليكم يا حاج انور. عليكم السلام، ازيك حضرتك؟ عامل ايه يا حاج انور؟ تمام والله الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ كله تمام الله يخليك الحمد لله. في تمام. حاجه ولا خير؟ الحاج علي اتصل عليا وقال لي عايزك في موضوع مهم ضروري دلوقتي. الحاج علي؟ طب الحاج علي، تعال تعال اتفضل 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 يا شيخ، اتفضل نورتنا. تعالي خشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا شيخ سيد، تعال نورتنا. شيخ سيد؟ يا شيخ سيد. مين الشيخ سيد؟ شيخ سيد المأذون. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يخليك الحمد يلا لله يا اخويا تمام. هوينا مفيش جواز. اسكت انت. الحمد لله على السلامه يا عمي. الله يسلمك يا محمود. ما عامل كتبتيش إيه؟ الكتاب ليه؟ ما كتبناش الكتاب ليه؟ ما كتبتيش الكتاب ليه يا مرات عمي؟ عشان مشينا ورا الحريم. ما كتبتش الكتاب ليه يا عريس؟ مفعوص بقى ويروح. مالها مفعوصة الرقبة؟ عشان قالت الحقيقة؟ حقيقة؟ عشان قالت انا مش هتجوز حد غير محمود؟ القلب وما يريد يا ستي. وماله يا اخويا؟ تقاليع. كل حاجة بالاتفاق الا الجواز، انتوا عملتوه بالخناق. وايه تاني؟ عندك ايه تاني تقول؟ عايز اقول ان محدش بياكل نوب حد، ومحدش بيتجوز مرات حد، كله مقسوم ومكتوب. وانت اكتر واحدة عارفة ان انا بحب ان انا من وانا قد كده وبالعاني عايزة اتجوزيها لابنك. حتى عمي وقف قصاد اخوه وابنه، مش هقول ابن اخوه، ابنه اللي مربيه حسن. عشان الحريم، حريم خربت البيوت وليا عتاب ولا اوعى تغلط عليا، اوعى تغلط فيا. اسكت يا اما. على اخويا وصاحبي، عشرة عمري اللي بص الحاجة مش بتاعته. خليت اتنين اخوات في البيت يزعلوا من بعض. هو انت فاكرة ان انا علاقتي هترجع بعمي زي الاول؟ ولو عليك انت عمر ما هيكون في بيني وبينك سلام يا مرات عمي. يا واد انا ما بحبكش لله في لله. والله العظيم 3 القلوب عند بعضها. انت مفكر ايه؟ لا، أنا مش مفكر. خلي بالك احنا مش عايزين على جمالها صلاة النبي. ده انا بنت اختي تضربها ب 24 قراب. بالنسبة لي اجمل ست في العالم. بنت اختك اه. اتلفح بيها. انا كنت بس عايز اكسر مناخيرك واوريك ان انا قادره. عرفت صار بقى؟ مناخير. اربي لابني كل اللي هو عايزه. ما هم مناخيري مش ازاز عشان تكسرها لي. انا اكسر مناخير اي حد يقف قصاد هي جات لكم. ابني ولا قصادي. انت متفرعنه على ايه؟ متفرعنه على ايه؟ ايه يا علي؟ ما تلم مراتك يا المهم علي. يا انور عشان نفض الحوار ده. قول يا عم. إيه؟ عايز تقول ايه؟ يا شيخ سيد، ايه يا حاج علي؟
دفترك معاك؟ الدفتر في العربيه. في العربيه؟ في العربيه. ايه رايك يا انور في الكلام ده؟ بقول لك يا عم السيد، امرني يا حوده. سؤال صغير وبسيط. امرني. هو ينفع حد يخطب واحدة بتحب حد تاني؟ لا ما ينفعش، ده الجواز بالتراضي. صح؟ صح. ينفع عمي يجبر بنت عمي ان هي تتجوز ابنه وهي ما بتحبوش؟ لا ما ينفعش طبعا. لا يعني هي لو كان جات لك المكتب وقالت لك انا مش عايز اتجوزه، انت كنت هتكتب كتاب؟ لا مش هكتب لها كتاب ابدا، لان ده حرام. الله يبارك فيك يا عم. انت يا بنت الناس. الله يخليك يا حاج علي. تعالي هنا، قولي لعمك السيد انت عايزه ايه؟ انا بحب محمود ابن عمي ومش هتجوز حد غيره. ومحدش هيشهد يعني على انت يا كتب بنتي الكتاب عايزه تتجوزي غيري محمود؟ وانا. لان احنا بنحب بعض من زمان قوي. طب ما كان من زمان يا عم. يبقى احنا عشان نتمم مشينا ورا الحكاية دي إن شاء الحريم. الله. انا حريم بقول لك ايه يا علي، انت انتوا اسكتي مفكرينه خالص. ان هو عامل قدامكم كده ان هو يا عيني مغصوب. لا يا حبيبي، انت كنت عايز تاخد نايب بنت اخوك في كرشك. صلى على النبي يابا. صلى على النبي يابا. وانا كان ليا حساب تاني صلى على النبي. هو. انت لسه برضه بالكبر ياما. هو انت بتقولي انه كان عايز ياخد نايب بنت اخوه في كرشه؟ اما انا بقى طول عمرك شايف نفسك احسن ده ابويا قال لي كلمه من قيمه اسبوع، قال لي ورثي وورث اخويا وبنت اخويا تحت ضافر من اللي بيطير اخويا. انا بقى ليه معاه اكتر من زمان. عارف ايه هو؟ طول عمرك شايف نفسك احسن من ابني، وانت اللي فرود، وانت اللي ما شاء الله عليك، والاخلاق الحميده. سامع الكلام؟ خلاص لكن القول. أنا احسن منك. سامع؟ طب انا اقول لها ايه يابا؟ عمال اقول لها اسكتي. خلت أحسن رقبتي مني. قد السمسمه. طيب خلاص ده القول يا عمك علي. وابن إن عمك. كان على بنت عمك احنا اصلا مش عايزينها، ده انا كنت اخليه يطلقها، بس ابقى خدتها غصب عنك. طب اسكتي، مش عايز فكرت اسمع يا صوتك. اختي ان انا كنت هجوزه لك ولا عايزه بعينك تسكت ولا عايزه تقولي. تسكت. طيب خلاص القول. كاتب كتاب محمود على نانا الليله وعندك في مكتبك، ينفع تفتحوا لنا دلوقتي؟ تشرفوني ونفتحوا كل لكم دلوقتي هلو حالا. يشبه له يا دلوقتي؟ حاج دلوقتي أنور. حالا. تشهد يا علي انت وانا وابنك؟ شاهد على كتب وأنا كتاب شاهد. اخويا وبنت اخويا. وانا على خيرة شاهد الله باذن الله. على كتب خلاص. كتاب اخويا. على خيرة الله. زغراتي ما بزغرط. زغراتي بقول لك ما بزغرط. زغرت لهم. مش هزغرط يا حاج. زغرات بقول ياما. ايه دي؟ اقول لها ايه؟ كل هلو يشبه له. انا مش هقول لك بقى عقبال شوقي. بقول لك شوقي انا إيه؟ اللي هجوزه بنفسي. انا يلا بيت بينا على أهلي المكتب. لما تبقى تجيب لي بيت بره، انا ما اقعدش مع الناس دي. ده لو جيت لك بيت اهلك اصلا. يلا بينا مع يا حاج علي. السلامة. بقى انا يا عمي عمال اقول لك ناولها. غرف 60 داهية. يلا يا شيخ سيد. يلا بينا يا حاج علي. بص يا انور، قبل ما نطلع من البيت ده، خير يا علي. انا مش عايزك تزعل مني في اي حاجه حصلت في البيت ده، خلاص؟ انت اخويا الكبير بسبب ومهما حصل الحوار انا ده. مسامحك. مهما حصل انت اخويا الكبير على راسي. وانت يا محمود انا عمري ما ازعل منك يا عم، انت زي شوقي. وانت زي ابويا. خلاص خلاص يا نانا، ما تزعليش مني يابا. انت على دماغي يا عمي. اوعي في يوم من الايام تزعلي مني. هي ما كانتش مستنيه منك يا عمي ان انت تكون كبيرها بعد ابوها الله يرحمه وامها الله يرحمها وتعملوا فيها كده. خلاص يا احنا نانا. فين هنا؟ محمود ولا ما أي تزعلش حاجة. منا، حقك عليا يا محمود. احنا اخوات يا محمود. عمي انا كلمتك باسلوب وحش، انت حبيبي يا شوقي. معلش يا عمي. انت زي محمود واغلى عليك. ونانا اختي، اكيد طبعا يا شوقي احنا اخوات. قول لها يا شوقي انت زي اختي. والله زي اختي يا محمود واكتر. امال كنت رايح تكتب عليها ليه؟ الصلح خير خلاص. ومحدش يزعل من امي خلاص غلبانه. خلاص. امك ضمك تصبر بس. اتفضل يا حاج علي انت الكبير. يلا اتفضل يا حاج. توكلنا على الله. ورا عمك يلا. بقول لك ايه يا نانا، نعم. انت بتحبيني؟ ما بحبش غيرك طبعا. وطي صوتك عشان عمي ما غيرش رايه. يلا. يلا.